احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة الفيديو 8 خطوات لشعر صحي تحت الحجاب. لو دي اول مرة تخش على القناة ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما ابدا في اي خطوه خالص عايزه اقول ان مش الحجاب خالص اللي بيبوظ شعرنا، مش الحجاب هو السبب في تلف الشعر خالص، بالعكس الحجاب بيحمي الشعر من الاشعه الفوق بنفسجيه، من الشمس عموما، من الحراره، من التراب، من التلوث، من كل الحاجات دي. لو احنا اهتمينا بشعرنا هيبقى كويس، لو ما اهتمناش بيه مش هيبقى كويس. ملوش اي علاقه بالحجاب، يمكن الحجاب كمان بيخليه احسن من العادي. اول حاجه خالص تختاري نوع الفرشه او المشط اللي انت هتستخدميه لشعرك، ويفضل جدا انك تستخدمي المشط الخشب. ولما تيجي تسرحي شعرك تسرحيه مثلا على الاقل مرتين في اليوم عشان ننشط الدوره الدمويه، وكمان نحاول ننقل الزيوت بتاعتنا من فروه الراس للشعر كله. تاني خطوه معانا ان انت طول ما انت في البيت خلي شعرك مفكوك، خليه يتنفس. ولما تيجي تلبسي الاشارب ما تشدهوش قوي عشان ما يخففش الشعر من قدام. وكمان تحاولي تغيري اتجاه الشعر على طول تحت الاشارب، ما تخليه يمين ولا تخليه شمال مره ورا، فده هيساعد اكتر ان هو ما يخفش خالص. تالت حاجه لما تاخدي شاور حاولي تفكي شعرك، يعني بعد الشاور تفكي شعرك، ما تقفليش قوي عشان الميه وينشف ويتنفس. وكمان لو نازله ومستعجله اوعي تلبسي الطرحه وتنزلي كده على طول، لان ده هيخلي ريحه الشعر مش حلوه خالص. الحل ان انت هتجيبي السشوار بتاعك وتحاولي تنشفيه، بس تخلي المسافه بعيده عن شعرك او عن فروه الراس، لان بيبقى المسامات مفتوحه فده ممكن يأذيكي، وكمان يعني ممكن يأذيكي كأمراض بعد كده لا قدر الله، وكمان هيقصف الشعر خالص. رابع حاجة اختاري نوع الاشارب كخامة. حاولي دايما دوري على الالياف الطبيعية اللي هي القطن، الحرير، الحاجات دي مبتعملش احتكاك مع فروة الراس وتأذيكي وتسبب تساقط الشعر. لو حابة تلبسي مثلا انواع تانية، ممكن تلبسي تحتها بندانة او سكارف يكون قطن، عشان يعني يبقى فيه مثلا طبقة عازلة ما بين الطرحة دي وما بين فروة راسك. وحاولي تبعدي عن الالوان الغامقة وانتي نازلة الصبح عشان بتمتص الحرارة، وده برضو هيأذي الشعر ويسبب تساقط الشعر. خامس حاجة معانا الأكل مهم جدا لنمو الشعر واللي هو يخليه شكله صحي ولامع. السمك مهم جدا، فيه اوميجا 3، البقوليات، الورق الأخضر بالذات الجرجير حلو جدا جدا للشعر. كمان المكسرات، كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، فنحاول نهتم بيها عشان شعرنا. سادس خطوة معانا هي تدليك الشعر، مهم جدا جدا لانه بيساعد على تنشيط الدورة الدموية، وده هيخلي الشعر ينمو بسرعة وكمان يكون صحي ولامع. الخطوة السابعة معانا هي اننا نخصص يوم في الاسبوع للماسكات الطبيعية، للكريمات، للزيوت، لان الحاجات دي مهمة جدا 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 لنمو الشعر. الخطوة الثامنة والأخيرة ممكن متعجبش الناس اللي شعرها طويل ومبيحبوش يقصوا ولا فتفوتة صغيرة من شعرهم، بس بجد نصيحة مني، لو قصيتي شعرك هيطول أكتر ونموه هيبقى صحي أكتر. كل شهر نقص حتى 2 سنتي هيفرق جدا جدا في نمو الشعر. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، وما تنسوش لو ما اشتركتوش لسه في القناه تعملوا سبسكرايب. هتلاقوا تحت كده زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك تشتركوا فيه عشان يوصل لكم مني كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، باي باي.